يا اخي غريب الزمالك ده عجيب. دايما دايما يوعيك ويقول لك خد بالك الكبير يفضل كبير. الزمالك تحس ان هو بيقدر يمشي عكس المنطق. فريق كبير، والحقيقه انه كبر الزمالك وعظم الزمالك هو مستمد من جمهور الزمالك. يا جماعه انا النهارده بتفرج على ماتش الزمالك والمصري، عمال اتفكر كده شويه، سرحت شويه في جمهور الزمالك اللي هو هم عندهم القدره والحرص على ان هم يبقوا مع الفريق ومصدقين. هو مصدق على فكره، يعني هو سامع ان مفيش فلوس ومفيش ولعيبه والدنيا ما يعلم بها الا ربنا وغير. بص يعني بص كده، شوف الزمالك، شوف المعادله بتاعت الزمالك دي كده، وقول لي المعادله دي تطلع ايه؟ مغير 3 مدربين، ده المدرب الثالث كابتن معتمد جمال. شويه اللعيبه اللي موجوده في ارضيه الملعب معظمها شباب صغير 2005 شباب صغير لسه يا دوب بياخد فرص اولى، بس شويه عيال رجاله، يعني رجاله قد المسؤوليه ومتحملينها ومعاهم مدرب حقيقه كمان عنده القدره انه يديهم دوافع، كابتن معتمد جمال. بس انت بص للمعادله، فرقه ما عندهاش اي حاجه تقدر تقول ان ممكن تروح لقدام. بس لا الزمالك هو مستمد من الارث بتاعه، من اسمه، من تاريخه، من عنوانه يعني. فالزمالك النهارده بيكسب المصري 2-1 ويتصدر مجموعته. الزمالك لحد اللحظه دي عنده 80,000 قضيه ليها علاقه بايقاف القيد ومش عارف كذا، ومستحقات لعيبه، ولعيب كان باعت انذار واتدخل الاستاذ ممدوح عباس اللي هو بنتايج واتدفعت 200,000 يورو. مشاكل كتير قوي، مشاكل تهد الحيل، مشاكل تخلي المشاهد الزملكاوي ما يبقاش عايز يفتح يتفرج على الماتش. لا الزمالك بقى مش كده، ده الجمهور بيقطع بالمشاوير يروح ورا الزمالك عادي جدا. هو كده، عن اي عشق وعن اي جمال وعن اي محبه جمهور الزمالك ده، وعن اي قدره وعن اي امكانيات وتاريخ الزمالك يتمسك بيها الى هذا الحد. بتتكلم عن حاجه كبيره يا جماعه برضو، يعني اوعى تستقل بالزمالك، اوعى تستقل بالزمالك. الزمالك في ظل هذه الظروف تاني، دي ظروف تهد حيل تخلص. انا هنزل ليه وانا هعمل ايه؟ انا لو لعيب ما انا ما باخدش فلوس، ما باخدش مستحقات، ولو جمهور فانا متهمد، ولو مدرب فانا جاي مؤقت. ما في بص كل العناصر، مدرب جاي مؤقت فانا مش عارف اذا كنت مكمل ولا لا، لعيبه صغيره في ارض الملعب ما هياش لعيبه كبيره، والصفقات الثانيه الناس عندها نص قناعه بيها ونص لا، اللي هم اللعيبه اللي موجوده، وعندي ايقافات قيد ما يعلم بها الا ربنا، وكل يوم حد يرفع عليا سماعه التليفون قالوا لي ال11، قالوا لي الايقاف ال12، قالوا لي الايقاف ال13. هم مكملين والجمهور موجود واللعيبه بتلعب في ارض الملعب وكله بيخلص. انا عايز ابعت تحيه كبيره جدا جدا، تحيه كبيره جدا لجمهور الزمالك، تحيه كبيره جدا للكابتن معتمد جمال ولاعيبه الزمالك. النهارده الرجاله اللي عملوا ماتش كبير، والحقيقه اكتر حاجه عجباني فيها الاصرار والرغبه في انك تكسب قدام فريق كبير جدا جدا. هو النادي المصري عنده جماهير عظيمه ومحترمه، النهارده كانت موجوده في استاد السويس، فدت للماتش قوه وحماس واعتبارات كتيره جدا جدا، خلت شكل الجيم مش جيم سهل كده، لا جيم قوي جدا بين الفرقتين. ده على صعيد مواجهه النهارده. الزمالك في المركز الاول في مجموعته معاه 8 نقاط على فكره بالمناسبه، يعني الزمالك برضه مش بعيد خالص في منافسه الدوري، هو في المركز الثامن، اسف في المركز الاول معاه 8 نقاط، المصري الثاني معاه 7 نقاط، كايزر تشيفز معاه 7 نقاط، زيسكو معهوش اي حاجه خالص في اي حاجه، ده جاي بوسه وحضن باي باي كبير. طيب تعال نشوف بقى الزمالك في الدوري عامل ازاي، هاتوها لي يا شباب. بص شايف المحكي اللي احنا قعدنا نقعد نحكي في المحكي اللي احنا حكينا فيه ده كله، كل ده الزمالك في المنافسه. الزمالك معاه 25 نقطه، فرق نقطه بس عن الاهلي، نقطه عن الاهلي، فرق 3 نقط عن بيراميدز، فرق كبير شويه ما بينه وما بين سيراميكا 7، بس انت بتتكلم على ماتشين.